هل تعتقد إن الإنسان دايما طيب بطبعه؟ النهاردة هتكتشف جانب من التاريخ يخوفك من كلمة عدالة. مش بنتكلم عن حروب ولا عن مجازر، إحنا بنتكلم عن أدوات تعذيب تم اختراعها خصيصا لإطالة الألم، من الثور الذهبي للدولاب المسنن للحشرات اللي بتاكل الناس أحياء. ده فيديو هيفضل معاك في الكوابيس. أول أداة تعتبر تحفة فنية بس من جهنم، الثور الذهبي، تمثال نحاسي على شكل ثور، الضحية بيتحط جواه ويتولع نار تحته. الميزة الشيطانية، الصراخ بيخرج من فتحة معمولة مخصوص تخلي الصوت يطلع زي خوار ثور. الناس تسمع وتفتكر عرض، لكن اللي جوه بيتشوي حي. بعدها عندنا عجلة تكسير العظام، الضحية بيتربط على عجلة خشب كبيرة والجلاد يفضل يكسر عظامه واحدة واحدة، والعجلة تتلف بيه قدام الناس. أداة تعذيب وإعدام ودرس في السيطرة. نيجي للدولاب المسنن أو التابوت الحديدي. ده تابوت حديدي من جوه كله مسامير، بيتفتح ويتقفل على الضحية ببطء. المسامير تدخل في الجسم من كل ناحية من غير ما تقتله فورا. الموت هنا طويل وباهت، والضحية بيفضل واعي وقت طويل. الكرسي المسماري كان نسخة تانية من الجحيم، كرسي حديد مليان مسامير، الضحية بيقعد عليه ويتربط وبعدين يولع نار تحته. المسامير تسخن والجلد يتحرق نقطة بنقطة. واحدة من أبسط وأسى الطرق كانت التعليق المقلوب، الضحية يتعلق من رجليه بالساعات، الدم ينزل للدماغ، يحصل احتقان، وجع، دوخة، وفي حالات بيوصل لنزيف في المخ. وفي طريقة تانية أقل شهرة بس أكثر رعب، السلخ. الجلاد يبدأ يسلخ الجلد من الجسم وهو صاحي بالبطيء، جزء جزء، مفيش وصف مؤدب ولا نهاية سريعة. نيجي بقى للسكافيزم، الطريقة اللي الشيطان نفسه كان هيقول حرام كده. الضحية بيتحط بين قاربين ويشربوه لبن وعسل لحد ما جسمه ينهار، وبعد كده يدهنوه بالعسل ويسيبوه في الشمس. الحشرات تبدأ تهاجمه وتاكل فيه حي. كل يوم بيتكرر نفس الشيء، مفيش راحة ولا موت سريع. من الطرق اللي استخدمها الرومان كمان الصلب، المسامير تدخل في الإيدين والرجلين والجسم يتدلى بالساعات. الموت بيجي اختناقا أو من النزيف أو حتى من الجفاف. دي كانت واقع، ناس اتعذبت واتحرقت واتسحلت، مش دايما لأنهم كانوا مجرمين، في أوقات كانت مجرد رسالة رعب. التعذيب ما كانش مجرد عقوبة، كان عرض وسيطرة ورعب متقن. لو عايز جزء تاني عن أدوات تعذيب العصور الوسطى أو وسائل الإعدام الغريبة في الصين واليابان، اكتب لي في التعليقات. وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، لأن اللي جاي أظلم